في ناس كتير جدا بتفضل تحت، وفي ناس بتعلى بسرعه جدا جدا، وانت نفسك تكون مع الناس اللي فوق، والمشوار بعيد قوي قوي. تقول انا ازاي هوصل والناس دي وصلت ازاي؟ واول فكره بتيجي في بالنا اكيد عمل حاجه غلط. زي زمان ايامنا كده، كان لما يبقى حد معاه عربيه في الجامعه، اول جمله تقال ايه؟ اكيد مامته جايبها له. مش مامته قوي يعني. احنا مش هنتكلم كده خالص، هنفكر مع بعض الخطوات اللي هي طريق الصعود. وفي مبادئ حلوه جدا، ابسطها مبدا جميل اسمه اللادرنج. ازاي بتطلع السلم خطوه خطوه، بس الخطوه اللي بتطلعها مش هتنزلها تاني، مش هتلطش، مش هتلوش، مش هتشتغل في شركات وتقول لا اشتغلت في شركه غلط. لان على فكره 90% من الشركات، وانا يعني مدرك اللي بقول 90% هتبان ان هي غلط وفيها كل اللخبطه. واللي بيشتغل صح في العالم كله، مش هتكلم على اللوكل بس، اللوكل والمالتي ناشونال قليلين جدا، بس العمليه شغاله. تشتغل ازاي؟ ان في لعيبه بتعرف تمسك التروس الصح، تحرك المكنه الصح، تطلع قماش صح. وانت تبقى واحد من الناس دول. تتعلم المهارات والاليات والتعاملات والعلاقات مع الناس التانيه. تبقى دايما بتبص من فوق قوي، شايف الصوره كامله، عارف الملعب كله. حتى وانت منصبك صغير تعرف تقرا الاوراق، تعرف تتعامل مع كل حاجه في كل مرحله. قالوا لك توكسيك انفايرمنت، اهلا بالمعارك. قالوا لك الراجل ده صعب جدا، عايز اشتغل مع الصعب ده. قالوا لك الدنيا هنا محتاجه مهارات خاصه، هتعلمها واجيبها. هتعملها ازاي؟ هنقولها لك، عملناها. وعندنا كم امثله رهيب، ناس كتيره جدا عملتها ونجحت بشكل يفوق الخيال ما شاء الله. وما كانش بادئ من فوق، ولا معاه فلوس، ولا معاه علاقات. بدأ عادي جدا من تحت الصفر، كمان جايبها من تحت زي ما بيقولوا، وطلع قماش بجد. هتعملها معانا ان شاء الله لو انت عايز بجد. 12 خطوه في زمن قياسي، لو انت عايز تبدا معانا ان شاء الله وانجح.